النهاردة ان شاء الله هعمل لكم صينية البسبوسة اللي هننفذ بيها الحلواني. هنعرف مع بعض سر لونها وازاي تطلع مرملة وتكون بالشكل ده، وكمان تكون طرية معانا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ولو اول مرة تشوفوني، انا ليلي كيتشن. يلا بينا نبدأ مع بعض. احنا هنحتاج كيلو من البسبوسة، سميد البسبوسة. هنحتاج كوباية من السكر، نص كوباية من جوز الهند المبشور الناعم. هنحتاج معلقة كبيرة من الفانيليا، يعني حوالي كيسين، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهنحتاج كمان عسل جلوكوز او عسل نحل، مفيش مشكلة، اللي متاح عندكم هنحط. طبعا احنا دلوقتي هنحط كل المكونات الجافة دي مع بعضها، البسبوسة وجوز الهند والسكر والبيكنج باودر والفانيليا والملح، وهنقلبهم طبعا كويس جدا مع بعض علشان يختلطوا كويس قوي قوي. طبعا دي كمية كبيرة، احنا طبعا هناخد منهم بس 3 كوبايات، والباقي هيتحفظ في برطمانات وتحطوهم عادي في التلاجة بالشكل ده كده. في كزرولة طبعا على النار هحط فيها 3 معالق من السكر، وهنحط عليهم 3 معالق من المية علشان بس يتكرملوا معانا كويس. وهنفضل من وقت للتاني نقلبهم كده بالشكل ده لحد ما ياخد معانا لون ذهبي. ده اللون اللي انا عايزاه، شايفين شكله عامل ازاي؟ هنزل عليهم بنص كوباية من الحليب اللي معايا، وهسيب النص التاني على جنب، وهفضل اقلب فيها كده لحد ما يدوب معايا على نار هادية. كده خلاص هو بدأ يدوب معايا خالص، وده شكله كده خلاص. هقفل بقى النار عليه، ودلوقتي هحط له 3 معالق كبار من العسل الابيض او عسل الجلوكوز، وهنقلبهم كويس لحد ما العسل كده يدوب معانا، ونتأكد ان هو كله داب كويس. هبدأ انزل عليهم ب3 معالق من السمنة البلدي و3 معالق من الزيت. نقلبهم الاول كويس، وبعد كده هنضيف عليهم الحليب الدافي، نص كوباية طبعا اللي كنا شايلينها، وهنقلبهم كويس جدا ونتأكد ان هم كلهم اختلطوا كده مع بعض. بعد كده هنجيب بولة وهنحط فيها 3 كوبايات من خليط البسبوسة اللي احنا لسه عاملينه، وهننزل عليه بقى بالخليط بتاعنا ده وهو دافي كده، ونقلبه بالمضرب مع بعضه من غير ما نعجن فيه كتير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا بس كل اللي عايزاه ان الخليط كله يتجانس بس مع بعضه، مش اكتر، مش هنقلب فيها كتير، بس كده. هنجيب صينية بقى مقاس 28، هندهنها بالسمنة، وبعد كده هنفرد فيها البسبوسة بتاعتنا. طبعا احنا هنكون مولعين الفرن قبلها على درجة حرارة 180. هنفردها كويس في الصينية بتاعتي.
لازم اسويها علشان ما تكونش في حتة عالية وحتة واطية فيها، كلها تبقى سوا واحد. طبعا هنخبطها كده بالشكل ده علشان خاطر اي هوا يخرج منها، وكمان السطح بتاعها يكون كله متساوي مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه. هدخلها الفرن لمدة نص ساعة تقريبا. اول ما تبدأ تاخد لون هنعمل بقى الشربات بتاعها. الشربات بتاعنا هيكون كوباية ونص من المية، هنحط عليهم كوباية ونص من السكر، وهنقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا، ما يكونش فيه ولا حباية سكر. اول ما الشربات معايا ما يبدأ يغلي كده هحط لها معلقة من السمنة البلدي. خلاص كده وهطفي النار. كده الشربات خلاص بقى جاهز معايا. اول ما بتطلع البسبوسة خلاص من الفرن بتكون سخنة، والشربات طبعا بيكون سخن، وزي ما انتوا شايفين كده بنسقيها بالشربات كله. شايفين اتشربت بسرعة ازاي؟ ده سر طبعا نجاحها. شايفين لونها جميل جدا ازاي؟ عشان الكراميل اللي عاملينهولها، وكمان طرية جدا وطعمها تحفة بجد. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم على خير.